ازيكم عاملين ايه اخباركم؟ احنا هنعمل العشاء بتاعنا بسيط. اول حاجة حطيت حلة وحطيت فيها شوية مية، هسيبها تغلي يعني كده. بعد كده هجيب طاسة احط فيها شوية زيت وهنزل بالكفتة بتاعتنا. تمام. بعد كده هنزلها بالكفتة وانا هنا كنت بشوف الزيت سخن ولا لا. واهم حاجة نسخن الزيت كويس عشان الكفتة ما تلزقش في الطاسة ولا تفك كده عن بعضيها تبقى مش كويسة. بعد كده في الحلة اللي انا حطاها دي هحط شوية سمنة كويس حلوين كده. بعد كده هنزل عليهم ببصلتين يكونوا حلوين برضو، وهسيبهم كده من ما الحلة تسخن كده شوية. بعد كده هشوحهم شوية. وهنا الحلة التانية حطيت فيها معلقة ملح وشوية زيت وهقلبهم كده مع بعضيهم وهسيبهم من ما المية تغلي كده. وبعد كده هنزل عليهم بالمكرونة بتاعتنا. وهنا كانت الكفتة طابت، شايفين لونها عامل ازاي. وبعد كده نستنى من ما البصلة دي تتحمر. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتها والطماطم ونقلت على العين الكبيرة دي عشان ننجز. تمام. بعد كده هنزل بفلفل اسود، بعد كده هنزل بالكزبرة وشوية ملح وبابريكا. وهنا المية كانت غلت ونزلت بالمكرونة. هحط شوية المكرونة كلهم وهسيبهم كده. بعد هنا كانت البصلة حمرت وكده. بعد كده نزلت بالطماطم بتاعتنا وهسيبهم كده. ودي البابريكا والمرقة بتاعت الماجي. لو انتوا عايزين تحطوا المرقة تمام، مش عايزين دي حاجة ترجع لكم انتوا في الاخر. في ناس بتحبها وناس مش بتحبها. بعد كده هسيبها تتسبك مع نفسها. بعد كده نيجي نصب المواعين اللي احنا قومناهم عشان لما نخلص العشاء بتاعنا ما نعملش مواعين بقى رب كلنا وترخمنا ومش عايزين نجوم والكلام ده. هنا كان شوية مواعين قليلين اصلا، كان حلة على كام طبق وعلى كام معلقة وكده بس. بعد كده هنشطف المواعين بتاعتنا. انا عارفة ان المواعين صعبة في الشتاء، انا بحبش اعملها في الشتاء عشان البرد، بس هما كانوا شوية قليلين وخلصوا الحمد لله. بس بعد كده الكنكه دي نسيتها وما شفتهاش. والمكرونه بتاعتنا كانت طابت. وبعد كده هصفيها واديها غسلتين كده وهسيبها تتصفى. بعد كده هغسل الحوض بتاعنا. بعد كده هنشف الرخام. تمام. وهنا انا حطيت المكرونه تتصفى. وهنا كنت بشوف الصلصه طابت ولا لا، بس هي طابت الحمد لله. بعد كده هنزل بالكفته بتاعتنا اللي قطعناها. بعد كده هحطهم اسيبهم يطيبوا مع بعضيهم. بعد كده هنروح نعمل الصلصة بتاعة المكرونة. هنا حطيت معلقة سمنة حلوة كده. بعد كده نزلت ببصلاية كويسة كده. بعد كده هسيبها تحمر مع نفسها البصلة. هقعد اقلب فيها كده شوية حلوين. بعد كده هنزل بفصين توم كده وهسيبهم كده يحمروا مع بعضيهم. وهنا انا كنت بوريكم ان الثوم والبصلة حمروا. بعد كده هنزل بقرن فلفل يكون حلو كده، بس الفلفل ده كان حراق، ده اختياري، لو انتوا عايزين تحطوه بارد حطوه، عايزين تحطوه حراق حطوه على حسب رغبتكم. وهنا معلقة فلفل اسود وكزبرة وبابريكا ومرقة. المرقة دي اختياري، عايزين تحطوها تحطوها، مش عايزين خلاص. وشوية ملح بس. بعد كده هننزل بالطماطم اللي احنا ضاربينها. بس قبل ما ننزل بالطماطم هناخد شويحتين كده بالتوابل كده. بعدين هننزل بالطماطم بتاعتنا وهنسيبهم كده يتسبكوا مع بعضيهم. بس كان طعمها حلو خالص الصلصة. والمرقة دي اختياري، عايزين تحطوها تمام، مش عايزين خلاص. ودي البابريكا بتاعتنا.
وهنغطيها ونسيبها تتسبك مع نفسها. وهنا دي كانت اتسبكت وانا كنت بوريها لكم هي اتسبكت بس. ودي المكرونه بتاعتنا، ودي الكفته بتاعتنا اللي احنا عملناها. يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي.